حارس مرمى نادي الهلال هو الذي يمني النفس في تقديم لقاء كبير مع زملائه في أرضية الملعب. على يمين الشاشة بالأحمر الكامل هو الفريق العماني، وعلى يسارها بالأبيض الممزوج بالألوان الخضراء المنتخب السعودي. أول كرة خطيرة كده للمنتخب السعودي، ولكن ثاني الرشيدي من أمام عبد الله الحمداني طلعها لخارج الملعب وإلى ضربة ركنية. المنتخب السعودي بادئ المباراة سريعة اهو، وهنا محاولة واستطاع الرجوع في المباراة أمام الكويت من 1-0 إلى 1-1، أمام قطر من 1-0 إلى 2-1، وآخر مباراة أمام المنتخب الإماراتي أيضا من 1-0 إلى 1-1. ضربة حرة مباشرة، سالم الدوسري واقف على التنفيذ وبجواره مصعب، وعلى القائم الآخر واقف هناك سلطان الغنام، لكن فايز الرشيدي عملاق فايز الرشيدي ينقذها إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية. هايل فايز الرشيدي، هايل فايز الرشيدي صاحب 36 سنة، أكبر لاعب في الملعب واللي بيلعب على حساب إبراهيم المخيني. يا ولد يا فايز يا رشيدي. وبعد ذلك ضاعت على المنتخب السعودي. حلوة من مصعب، لكن روعة يا فايز، روعة يا فايز، يتألق في أول خطأ. ضربة حرة لمصلحة المنتخب العماني في الجانب الأيسر مرة تانية. ضغط بتمريرة أمامية عند عبد الرحمن المشفري، يا ولد يا ولد، إلى عصام الصبحي، ضغط عماني، محاولة من أجل المرور مع حسان تومبكتي، هيا الكرة، ولكن هنا فيها راية مرفوعة، تسلل حرة غير مباشرة، راية وتسلل وضربة حرة غير مباشرة. امامنا هنا رشيد جابر عمال بيتكلم مع اللعيبه في ارضيه الملعب، عايزهم يعملوا الضغط بصوره اكبر في هذه اللقطه الماضيه. شوف الكره اللي موجوده في الجانب الايسر، وشوف المحاوله اللي ما بينه وما بين حسان التومبكتي، لكن بالايسر اي لعيب بيجي لك من المنطقه الشرقيه متاسس. شوف هنا نواف، يا ولد يا ولد يا ولد، لمسه جوه منطقه الجزاء، عبد الله رديف رجع الى سالم الدوسري اللي يلعب الى نواف بوشل، مروان الصحفي بيحاول لكنها مرت الى خارج الملعب. جيرمن البرشكوت وصفاره موجوده، رايه مرفوعه، تسلل حره غير مباشره على نواف بوشل. رابطه الاخضر السعودي اللي حاضره في ارضيه الملعب واللي معاها اسم تاريخي طبعا، الاسم اللي كانت تحدثت عنه الفرص الصحف العالميه في مونديال 94، عاطل مركي ابن مكه. كرة طويلة وأمامية، محاولة في أقصى الجانب الأيسر، ضغط المرة دي في العمق، عصام الصبحي، لكن العويس غلط وتسرع، يا راجل يا راجل يا راجل، كان ممكن تلعبها بشكل أفضل من كده يا عبد الله يا فواز، لكنها ضاعت على الملعب. ضربة ركنية في أرضية الملعب. شوف المحاولة، شوف الكرة، شوف هنا علي البليهي. أخطاء كارثية الحقيقة في هذه البطولة لعلي البليهي، أخطاء كارثية بالجملة لعلي البليهي في بطولة كأس الخليج والمملكة العربية السعودية هنا في نصف نهائي خليج زيت. حلوة الكرة إلى سلطان الغنام، عرضية حلوة، سالم يستلم، لكن رد التسديدة من مصعب الجوير، لكن الكرة في الجانب الأيسر، نواف بوشل يلعب عرضية، سلطان الغنام في الشباك الجانبية لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. حلوة الكرة في اللقطة الماضية. بص نواف بوشل، وبص الهروب الرائع من سلطان الغنام، هرب، ولكن الكرة اصطدمت في الشباك الجانبية ومرت الى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى. مباراة بيدي اتاحة فرصة، بيقول ما فيهاش حاجة. سالم الدوسري، عبد الله الحمدان هرب، لعب البينية لعبد الله، راح مروان الصحفي فاضي، عبد الله الحمدان، يا راجل مش معقول الفرصة اللي ضاعت على السعودية الى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى. مش معقولة يا مروان الكورة، مش معقولة يا مروان، لكن اعتقد ان هي لما اصطدمت في قدم ثاني الرشيدي او في قدم الخميسي، لا جت في قدم ثاني هي اللي اربك الله رديف وما بين علي البوسعيدي. استلام بدوران من سالم الدوسري، يحط الكرة، تدخل قوي، وهنا فيها انذار، هنا طرد على المنذر ربيع العلوي، طرد هنا في هذا التوقيت، وبيقول له تشيك. وشوف سالم الدوسري، يعني صوت صرخة سالم الدوسري جات لنا هنا في السماعة، لكن هذا القرار من هاليل أوموت.
اللي بيلعب مع نادي النهضة. خلاص كده المنتخب العماني هيلعب ناقص واحد منذ الدقيقة 36. هو المنذر ربيع العلوي غادر أرضية الملعب. منذر ربيع العلوي شوف هنا الإعادة للكرة والتدخل. منذر ربيع العلوي هو بيغادر أرضية الملعب. هنا للتدخل على سالم الدوسري. شوف الكرة شوف الكرة شوف الكرة والتدخل اللي موجود ما بين سالم الدوسري وما بين المنذر ربيع العلوي، وقرار من هليل أومات ميلير بطرد على سالم الدوسري، بطرد عفوا على المنذر ربيع العلوي للتدخل القوي على سالم الدوسري. الحديث عن الحالات التحكيمية هيبقى طبعا في استوديو أبو ظبي الرياضية، وكذلك الحديث دلوقتي هيبقى ليه الفار، هل هيؤكد القرار ام يغير القرار؟ لكن هليل أومات ميلير صفر واحتسب طرد مباشر على المنذر العلوي. شوف الكرة اللي لو اتعادت مرة تانية هنشوفها، هتشوفوها حضراتكم يعني الكرة والتاكلينج اللي كان التدخل اللي موجود من المنذر ربيع العلوي على قدم افريقيا 2015، الرجل الذي نال جائزة افضل مدرب في القارة الافريقية 3 مرات. كرة اتلعبت في الطرف الايمن، ضغط عماني، العويس طلع لكن لسه الخطورة عند علي البوسعيدي مع الكرة على الارض مرة ثانية. عبد الرحمن المشفري عدى وشاط لكنها اصطدمت في حسان والى ضربة ركنية. ها هي عمان بالرغم من النقص العددي تهدر هدفا كان قريبا والابعاد من حسان التنبكتي والى ضربة ركنية. شوف عصام الصبحي، يا ولد يا ولد يا ولد، الى كرة عرضية العويس لمسها رجعت الى علي البوسعيدي. شوف هنا بقى عبد الله فواز، يا لعيب يا لعيب، مراوغة على الواقف كده الكنو، والتسديدة اصطدمت في حسان التنبكتي. شوف جميل اليحمدي هو اللي راح الجانب الايسر. هنا مرور محاولة التسديد بكرة تعود الى مصعب الجوير لعب الكرة الى محمد كنو، مع الكرة كنو شوط كنو ولكن اصطدمت في ثاني الرشيدي وفي عبد الله فواز. ومرة ثانية العودة من جديد الى كرة عند مروان، خطيرة للاخضر السعودي، خطيرة للاخضر السعودي. فايز الرشيدي بطل، فايز الرشيدي بطل. هنشوف الكرة، شوف اللقطة شوف اللقطة شوف اللقطة، شوف التصدي اللي حضر بصورة جميلة من فايز الرشيدي حارس مرمى المنتخب العماني. ما شاء الله عليه، يعني بالرغم ان هي بيني وبينكم يعني مباراة صعبة ومباراة تربك، لكن فايز الرشيدي يعني لصالح سالم الدوسري في اللقطة الماضية. هنا بينية عالية، هنا الكرة الاستلامة راح مع الكرة لسه الخطورة للمنتخب العماني. هيلعب لمين؟ وسع لنفسه عبد الله فواز، هيئ الكرة في الجانب الايمن، يسيب لعصام الصبحي. العويس يتألق العويس 10 على 10 ب10 لاعبين، 10 على 10 وكوارث في دفاع الاخضر السعودي حتى الان. شوف هنا عبد الله فواز، شوف هنا كرة لمسها كفتر ومعها صفارة الان من هليل أومات ميلير بيعلن انتهاء شوط اللقاء الاول ايها السيدات والسادة بالتعادل السلبي ما بين المنتخب العماني وما بين المنتخب السعودي. شوط اول شهد فرصا. حامد الحارثي، شكرا للكباتن الكبار في استوديو ابو ظبي الرياضية. شوط اللقاء الثاني من مواجهة عمان والسعودية هنا في نصف نهائي خليجي زين 26، وشوط اللقاء الأول 40 مباراة دولية واللي كان احترف في القادسية الكويتي. هنا المحاولة لكن العويس هو اللي يبعدها. مروان الصحفي مع الكرة بيحاول يسلم الكرة إلى مصعب، واحد من لاعيبة عمان على أرضية الملعب، لكن لاعيبة الأخضر السعودي بيلعبوا الكرة. سالم مع الكرة، سالم يسلم الكرة إلى مصعب، شوط لكن فايز الرشيدي يواصل التألق. فايز الرشيدي وإلى خارج أرضية مرة تانية كرة عالية وطويلة في أقصى الجانب الأيمن، استلامة من جديد عن طريق سلطان الغنام. لعب الكرة سلطان إلى عرضية عالية يا راجل، حلوة الكرة ولكن فيها خطأ، ضربة حرة. شوف الهروب من عبد الله الحمدان وكان معاه جميل اليحمدي، لكن صفق ميلير بخطأ لمصلحة المنتخب العماني. لكن حلوة، شوف حلوة من مصعب الجوير. وهنا جميل اليحمدي هو اللي كان داخل مأمن، وفايز الرشيدي اللي كان طالع
واحتسبها خطأ يعني هليل أوموت ميلير. المرة دي من مصعب الجوير، مع الكرة مصعب الجوير يبحث عن أي حد من زملائه إلى بينية عند مروان الصحفي. مروان لعب كرة في الطرف الأيمن بالعرض، ادي هنا الاستلامة إلى مصعب الجوير، وسع عدى بينية، روعة 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 روعة. الحمدان تقدم، الحمدان تقدم. التيكي تاكا السعودية تصل أخيرا إلى مرمى عمان. النسر السعودي يحلق بأول أهداف المباراة. مصعب مروان وأنهاها الحمدان. أول أهداف المباراة بعد ربع ساعة من شوط اللقاء الثاني. وعند نواف العابد، نواف العابد اللي عنده شقيقه هيبقى نجم كبير في الايام القادمه في الكره السعوديه، لكن هي جينات مصعب الجوير اللي لعبت البينيه الروعه بعد مرور حره غير مباشره. مشاهدي قنوات ابو ظبي الرياضيه، ابو ظبي الرياضيه التي لم تنقطع معكم منذ بدايه البطوله، قبل البطوله بايام، بتغطيه رائعه، بتغطيه حصريه، بحوارات جميله، ببرامج رائعه، بفعاليات مميزه، بحضور لكل الزملاء في كره القدم الخليجيه عبر شاشه ابو ظبي الرياضيه. رجعت الكره الى ارشد العلوي اللي بيلعب الكرة العالية عند عصام الصبحي اللي عايز يعدي من علي البليهي. حسن تومبكتي، عصام الصبحي، لكن محمد العويس ينقذها. محمد العويس ينقذ الأخضر السعودي في اللقطة الماضية وإلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. يعني بعض الناس والله العظيم فاكراني متحامل عليه. يا جماعه محمد العلي البليهي، لكن شوف اللقطه دي من حسنت وصول عند جميل اليحمدي. هو حرر كده بقى جميل اليحمدي عشان يعرف يمسك الخانه اليمنى بشكل افضل. خالد البريكي هو اللي نزل كاليبرو، لكن بينيه الى مروان فيها خطوره، ممكن جول، ممكن جول. يا سلام على الكوره، يا سلام على الكوره، لكنها لخارج ارضيه الملعب، ولكنها الى خارج الملعب والى ضربة مرمى. شوف مرة تانية مصعب، شوف مصعب اللي حط البينية الروعة إلى مروان الصحفي. مروان سدد مروان، لكنها مرت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. مرت الكرة لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب. أرشد العلوي وبجواره علي البوسعيدي، الزاوية اليمين نقطة ضعف العويس. هل المنتخب العماني هيلعب على ده ولا ايه؟ هدف اول جت في الزاويه اليمين وسلطنه عمان تتقدم بالاول. ارشد العلوي يرسلها في شباك العويس، ارشد العلوي يسجلها في شباك العويس. ارشد العلوي بقذيفه عمانيه بهدف اول. لاعبين يفاجئ الاخضر السعودي بهدف اول بكره سكنت على يمين العويس. مباراة نصف النهائي تبدأ من هنا، تبدأ منه. هو من أرشد العمانيين إلى مرمى الأخضر السعودي. عبد الإله هوساوي، الإبعاد من فايز الرشيدي وإلى ضربة ركنية. تذكر بإني قلت لك أن المباراة ستبدأ من هنا، نصف النهائي سيبدأ من هنا، من اللحظة التي سجل فيها أرشد العلوي أول أهداف المباراة. ركنية لمصلحة المنتخب السعودي. مصعب الجوير على القائم الأول، ولكن هنا التدخل في اللقطة الماضية والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية من جديد لمصلحة المنتخب السعودي. ضربة ركنية وحضر الآن هنا الضربة الركنية العالية، ولكن هنا الإبعاد من الدفاع العماني. ردت الكرة في الجانب الأيسر، هل يستغل الأخضر السعودي النقص العددي الآن؟ لكن هون اللي شارك الآن في أرضية الملعب ده محمد القحطاني. أنا آسف محمد القحطاني اللي نزل ده 18 محمد القحطاني. وهنا الركنية، هنا فرصة هدف تاني بيضيع. مش معقول يا عصام يا صبحي، مفيش أسهل من كده يا عصام. وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. هتندموا عليها يا عصام، هتندم عليها يا رشيد يا جابر إذا لم تصلح الأوضاع في القادم. أي فرصة هتيجي العمان إذا لم تستغلها فإن الأخضر يلعب الكرة. حسان التومبكتي إلى كنو نقل الكرة في الطرف الأيسر إلى سالم الدوسري، أعاد الكرة إلى كنو مرة تانية. كنو يلعب كرة عالية. سلطان الغنام، عرضية من سلطان، ولكن هنا أحمد الخميسي هو اللي يطلعها، تنزل على حدود المنطقة. مصعب الجوير، لكن هنا اصطدمت وحارب الحبسي علاها. شوف الارتباك، مساحات كبيرة جدا في دفاعات المنتخب السعودي. رمي التماس عند جميل اليحمدي،
يلعب رمية التماس. هنا الخطورة، هنا الخطورة، هنا الخطورة، هنا الهدف الثاني. عمان تكتب التاريخ، عمان تصنع التاريخ، عمان تفعل المعجزة، عمان تفعل المعجزة. روين عمان ب10 لاعبين 10/10، ب10 لاعبين 10/10. شوف هنا عبد الرحمن المشفري هرب من البليهي، هرب من البليهي، طلع العويل اللي بيلعب ب10 لاعبين فقط. اتلعبت الكرة مرة تانية لكن تتقطع لمصلحة المنتخب العماني في وسط الملعب. لمسة من جديد، كورة جوه منطقة الجزاء عند محمد القحطاني اللي مرر إلى كنو يسدد. هدف أول للأخضر السعودي، هدف أول للأخضر السعودي. ها هو كنو يقربهم من المباراة، ها هو كنو يقربهم من المباراة. لم تنتهي بعد يا رينار، لم تنتهي بعد يا رينار. روعة يا كنو، عشان تبقى النتيجة 1 السعودية 2 عمان. مثيرة، مثيرة. تشيكن جول. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هنا الإثارة لا تزال حاضرة، هنا الإثارة لا تزال مستمرة. هنا ماذا هو القرار؟ ماذا سيكون القرار؟ لننتظر القرار ايه؟ يعني هي تسديدة من بره المنطقة، ولكن خليل أموت ميلير بينتظر قرار من الفار. المنتخب السعودي الذي سجل هدفا وألغاه الفار، ها هو مرة أخرى ينتظر قرار من الفار. ماذا سيكون القرار هنا في أرضية الملعب؟ لننتظر ونشاهد. هنا القرار بهدف، هنا القائمة، لكن اهي ادي الكرة على الارض الى محمد كنو. مع الكرة كنو، مر كنو، نقل الى سالم، سالم يا سالم في الجانب اليمين. عماني امامنا هنا عبد الرحمن المشفري اللي واقع على ارضيه الملعب. عبد الرحمن المشفري في الكره في اللقطه الماضيه. وهنا سالم الدوسري اللي استغل مهارته وعدى ولعب كره عايز المنتخب السعودي ينقل في المكان ده، مش عايزه يقرب خالص من ال 25 متر الاخيره. لكن هنا عبد الاله هل يمتلك الحل؟ هل يمتلك الحل؟ امتلك الحل لمحمد القحطاني، لكن هنا استبسال من الدفاع العماني الى مرتده. لو راحوا حارب السعدي راح على الجانب الايسر. حارب راح، حارب عدى، حارب انطلق، حارب يحارب ويسقط على ارضيه لكن هي قريبه من كره سالم الدوسري مع المنذر ربيع العلوي. وهنا بعد العوده الى الفار ماذا سيقول هليل أموت ميلر؟ يعني نزل عبد الاله عشان يعينه. جبتك يا عبد الاله عشان تعني، ما عنتنيش واتطردت يا عبد الاله. وعبد الاله يغادر ارضيه الملعب بالطرد. تاني طرد تشهده المباراة بعد طرد منذر ربيع العلوي في الدقيقة 36. على التدخل في هذه اللقطة، على التدخل في هذه اللقطة. شوف هنا كورة، شوف هنا عبد الاله هوساوي والتدخل. هنا سالم الدوسري، لكن هنا ملهم السنيدي. وهنا التمريرة الأمامية. العمانيون لتاني مرة على التوالي للنهائي. سلطنة عمان لتاني مرة على التوالي في النهائي. عمان ب10 لاعبين 10/10 يا سادة، وشعارها سيفين والخنجر عماني. المنتخب العماني يصل